حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا وبنتي في المطبخ بما اني تعبانه بس جايه من عند الدكتور. وحصل لي ايه يا ايتن؟ ماما عندها ايه؟ جلطة. عندي جلطه. فالمهم يعني انا معوداهم ان انا اعمل لهم حاجه حلوه، فانا قلت ايه بنوتي الحلوه قالت تساعدني. هنشوف بقى ايه المساعده النهارده، ويا ترى هتبقى الحاجه حلوه ولا وحشه. يلا ما علينا. جبت 3 بيضات، حبيت فانيليا عليهم ايه، حطي ايتن كوبايه السكر اهو. هنضربهم بقى في المضرب الكهربائي كده لغايه ما يبقوا بيض خالص، ونرجع لكم تاني عشان ايه منوجعش دماغنا اهو. هنحط بقى كوبايه دقيق، حطي ايتن. هنحط كمان ايه ربع كوبايه. حطي يا توتو يلا شاطره يا بطاطا. يلا هاتي كيس بيكنج باودر كيك شيف. حطي اتفضلي حسبي ايدك. ايوه كانت هتحط لنا خميره يا جماعه، مش عارفه الكيك شيف من الخميره كده يا جماعه. خلطناها، حطينا الدقيق والبيكنج باودر وخلطناها اهو. بعد كده هنحط ايه نص كوبايه لبن سخن دافيه السخن، ونخلطهم بقى كويس وندهن صينيه وارجع لكم تاني. يا جماعه قررت ان هي اللي هتحط ايه خليط الكيك عليا العوض. شاطره يا توتو. شوفوا بقى نازله يا جماعه جميله ازاي اهي كده اهي. شوفي بقى هندخلها طبعا الفرن سخن، وانا دهنه الصينيه ايه سمنه بس. هندخلها بقى الفرن وهنعمل ايه في الطبق ده اهو كريم شانتيه، وارجع لكم تاني. اهي يا جماعه كده بعد ما طلع، ودي بقى لبن هنروح حاطينها كده عليها اهو. هنسقيها كلها باللبن اهو. بس هنجيب بقى الكريم شانتيه يا جماعه. هنبتدي بقى ايه نسويها كده. هندخلها بقى الفريزر اما نعمل الشوكولاته الخام وارجع لكم تاني. نمشي كده بقى. او كنت في ازوجي هنا يا جدعان. لسه فاتحه الكيس راحت عامله كده بس يلا. شوف يا جدعان انا اللي عامله دي حاجه مش حلوه اوي بس انت اللي عاملاه وانا مالي اهو. شوفوا يا جماعه شايفين الجمال. هنروح بقى عاملينها ايه خلف. لا بجد كده يا لهوي على الحلاوه. بس انت ما تتقليش بس على السكينه تبقى اهو ايوه كده حلوه خفيفه كده. رايك حلو فظيعه. حطها بقى في الفريزر لحد لما تجمد. يا وقت ايه تذوق يا جماعه. على فكره كان بيديها ايه انتوا تقعد كمان شويه في الفريزر يعني قعدوها كده على 5 ساعات او حاجه. هو شوفوا المنظر يعني الحلاوه دي. حطوها في الطبق. شوفوا يا جماعه الحلاوه. طبعا يعني الدكتور منعني من الحاجات دي نهائي. انا هحطها في بق مين ايتن. يلا ايه رايك؟ والله حلوه جدا صح جدا. طبقك بقى ده كمليه. يلا يا جماعه جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. فظيعه. هي المفروض على فكره مكان الشوكولاته كراميل، بس انا ولادي ما بيحبوش الكراميل، فانتوا لو عايزين تعملوها كراميل براحتكم. يلا اشوفكم على خير. باي باي.